مساء الخير صحابي وصحباتي وكل اللي معايا على القناه. انا عايزه اقول لكم دي تظبيله اخر الليل بقى، لما العيال كده ايه خلاص تاكل وتتعشى ويخشوا على السراير ويقولوا لك خلاص احنا ايه يا جماعه والله احنا هننام، ويخدعوكي وشويه تبصي تلاقيهم بيفاجئوكي احنا جعانين. انت عارفين الاحساس ده يعني بيبقى عامل ازاي؟ يعني ربنا ما يوري حد الاحساس اللي خلاص الواحد داخل تحت البطانيه وخلاص قرر ان هو هينام ويبص يلاقي العفاريت طالعين من تحت الارض كده. طب دي سمنه بقر يا جماعه، طبعا لا يعلى عليها. خدت حته كده اهو نقدحها. ده بيض عملنا عليه رشه ملح، ضربته اهوت لحد ما عمل خالص. احنا مستنيين السمنه اما تسيح. خلاص اهي. عايزه اقول لكم ريحتها اقسم بالله يعني واصله لحد هنا، انتوا مش متخيلين الريحه عامله ازاي. انا ما بحبش اقدحها على فكره، انا بحب ايه يعني ايه اعملها ببركتها كده. حطينا البيض، طبعا هو ما بياخدش وقت. الحاجه اللي بتبقى موجوده في التلاجة يعني بطلعها. اعمل ايه يعني؟ انا هنزل اجيب لهم حاجه مخصوص ولا اقوم اسخن بقى اكل مخصوص؟ لا هي دي كده ايه حاجه في السريع كده. طبعا انتوا عارفين الطريقه دي ما تنفعش على فكره غير بالسمن البلدي. ما بتاخدش معايا دقيقتين على النار يعني عشان خاطر ايه يبقى وجبه كامله متكامله وما اسمعش صوتهم لحد الصبح. بصوا بقى احنا حطينا البيض كده اهو. دي قطعه جبنه قريش بتنزل بقى هنا على السمنه عشان تاخد السمنه كلها. بصوا انا قلبتها عشان تاخد بقيه السمنه كلها. شفت التخيل بس شفت التخيل بتتحط بقى على الوش كده بتسيح معاها. عايزه اقول لكم انا جوعت، انا جوعت بس كل ويقعدوا بقى يتصبروا. وما تنسوش اللايك يا جماعه وما تنسوش الاشتراك. باي باي.